يعني مثلا لو حلمت انك بتاكل لحم غزال، حلمت ان اسنانك بتقع، كانوا شايفين انها علامه. لو حلمت انك بتبص في بير عميق فده معناه السجن. سلام عليكم. تخيل تنام وتصحى وانت مقتنع ان الاله بنفسه كلمك. في مصر القديمه الاحلام ما كانتش مجرد خيال وانت نايم، لا، دي كانت رسائل، تحذيرات، واحيانا اوامر ممكن تغير مصير بلد كامله. المصريين القدماء كانوا مؤمنين ان الاحلام نوعين: احلام عاديه، ودي جايه من تفكير الانسان ومخاوفه اليوميه، وفي احلام تانية اخطر بكتير، ودي احلام الهيه، ودي كانوا مؤمنين ان الاله بيبعتها علشان يطمن الانسان او يحذره او يقول له يعمل ايه. والاغرب ان هم كانوا بيسموا الحلم رسوة، ودي معناها الحرفي الاستيقاظ، لان المصري القديم كان مؤمن ان الجسم بينام بس الروح هي اللي بتصحى وبتسافر. ولان الاحلام كانت مهمه بالشكل ده، القدماء المصريين عملوا حرفيا كتاب لتفسير الاحلام، برديه حقيقيه اسمها تشستر بيتي، ودي كانت ابن سيرين عندنا كده، قاموس حقيقي لتفسير اي حلم ممكن تشوفه. يعني مثلا لو حلمت انك بتاكل لحم غزال يبقى خير وفرحه جايالك. لو حلمت ان اسنانك بتقع كانوا شايفين انها علامه على وفاه حد قريب منك. ولو حلمت انك بتبص في بير عميق فده معناه السجن. اما بقى لو حلمت انك بتشرب دم فده معناه انتصارك على اعدائك انتصار ساحق. بس الموضوع وصل لمرحلة أغرب بكتير. لو حد كان مريض أو عنده مشكلة ملهاش حل كان بيروح ينام جوه المعبد نفسه. حرفيا الكهنة كانوا بيجهزوا طقوس مخصوص عشان الشخص ينام على أمل إن الإله يبعت له حلم فيه العلاج أو الحل. يعني المصريين القدماء عملوا دريم ثيرابي قبل العالم بآلاف السنين. بس أشهر حلم في تاريخ مصر القديمة كان حلم تحتمس الرابع. تحتمس كان لسه أمير صغير وطلع يصطاد عند الجيزة، تعب فنام جنب أبو الهول، وساعتها كان جسم أبو الهول كله مدفون تحت الرمل ومش ظاهر غير الراس. وفي الحلم أبو الهول كلمه وقال له لو شلت الرمل اللي مغطي جسمي هخليك ملك مصر. تحتمس صحى من النوم ونفذ اللي اتقاله بالحرف، وفعلا بقى ملك مصر، لدرجة ان هو سجل بنفسه القصة دي على لوحة اسمها لوحة الحلم، واللوحة دي لسه موجودة لحد النهاردة بين رجل أبو الهول. يعني الحلم ده ما كانش مجرد قصة اتقالت واتنست، لا، ده حلم اتحفر في الحجر ولسه موجودة قدام الناس لحد النهاردة. الأحلام عند المصريين القدماء ما كانتش مجرد وقت بيضيع وهم نايمين، لا، دي كانت حلقة الوصل بين الأرض والسماء. والأغرب إن لحد النهاردة لسه في تفسيرات أحلام بنقولها في بيوتنا موجودة بنفس المعنى في برديات القدماء المصريين. قولولي بقى في الكومنتات إيه أغرب حلم حلمتوه وحسيتوا إنه ليه معنى، وتحبوا نتكلم عن إيه المرة الجاية. سلام يا ملوك.